بلاش تصدق اي حد يقولك تقسيط من غير فوايد، عشان هتلاقي نفسك لابس في خازوق صغنن قد كده، وده علشان نسيت تبص على حاجه صغننه قد كده، المصاريف الاداريه. تلاقي الشاشه بقى ولا التلاجه، اي حاجه انت عايز تجيبها في المعرض معمول عليها عرض قد كده وكاتبين تقسيط بدون مقدم بدون فوايد، وتلاقي مصاريف اداريه فونت لا يرى بالعين المجرده. فمعلش اتاكد انه مفيش مصاريف اداريه، عشان في الاخر سكه ودغري كده بتقلب بفوائد مقنعه. وكلامي هنا للتجار، مش قد التقسيط بتبيع حاجه تقسيط ليه؟ بتمثل ليه؟ لا والاسخم تيجي تشتري حاجه عليها عرض وتيجي تقسطها، يقول لك لا انت هتقسط السعر الاصلي مش سعر العرض. يعني مثلا تروح تشتري حاجه من هنا ب 35,000 جنيه، يقول لك والله ده عليها خصم بقت ب 30,000 جنيه، تقول له امين هقسطها، يقول لك لا انت هتقسط ال 35 مش 30، هتقسط السعر الاصلي. طب مش قد العرض ما تعملوش. طب ما انت كده كده بتاخد فلوسك من البنك، ليه نحرة القلب دي؟ ليه التجار مش سالكه كده؟ وانتوا عرفوني شايفين ايه في الكومنتات. سلام عليكم.